اكتملت عشية يوم الأحد القائمة النهائية للمرشحين الراغبين في رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فاف خلال ما تبقى من العهدة الأولمبية الحالية. ودخل 4 مرشحين معترك انتخابات رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وأودعوا ملفات ترشحهم لدى لجنة الترشيحات في مبنى فاف بالعاصمة. وكان قد دور ضيف الرئيس السابق لنادي حاسي بحبح أول مرشح يودع ملف ترشحه قبل نحو أسبوع لدخول معترك انتخابات الهيئة الجزائرية لكرة القدم. قالت بعض المصادر إن ملف المرشح قد دور ضيف سيرفض من قبل لجنة الترشيحات لعدم استيفائه جميع الشروط حسب ما كشفته جريدة النصر على موقعها الإلكتروني. وكان الناخب الوطني السابق مزيان غيل ثاني مرشح يودع ملف ترشحه لرئاسة الاتحاد الجزائري للعبة عندما وصل إلى مقر فاف أمسية يوم الأحد. وكما كان متوقعا استنادا إلى الكثير من التسريبات، أودع عضو المكتب الفيدرالي السابق وليد صادي هو الآخر ملف ترشحه لرئاسة الهيئة الجزائرية ذاتها لحظات بعدما أودع إيغيل ملفه. وبعد الجدل الكبير الذي صاحب تصريحاته الأخيرة حول موقفه النهائي من دخول معترك الانتخابات، كان رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار آخر مرشح يودع ملفه لدى لجنة الترشيحات. وأغلقت لجنة الترشحات أجال إيداع ملفات الترشح على الساعة 4 من نهار اليوم الأحد، على أن تباشر دراسة الملفات الأربعة يوم غد الاثنين. ومن المقرر أن تفصل اللجنة السابقة السالفة ذكرها اليوم 30 من الشهر الحالي في القائمة النهائية التي ستدخل غمار سباق رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فاف. وستعقد الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم 27 سبتمبر المقبل، هو تاريخ اكتشاف الجمهور الرياضي الجزائري لهوية رئيس الفاف.